مبنى غريب جدا، اول ما تشوفه تحس انك واقف قدام بلوره عملاقه طالعه من الارض ارتفاعها 21 متر، عباره عن كتل خرسانيه مكسره بميول غريبه، ومفيش ولا شباك واحد. الناس اللي بتعدي من قدامه لاول مره بيفتكروه قطعه فن حديث او تمثال معماري، لكن الحقيقه يا جماعه ان ده مستودع للملح. ازاي الكلام ده؟ المبنى ده اسمه سبرينج ستريت سولت شيد، وهو عباره عن مخزن ضخم للملح اللي بتستخدمه مدينه نيويورك، وخصوصا في فتره ذوبان الثلج في فصل الشتاء. لكن السؤال المهم، ليه مبنى بسيط زي ده يتحول لايقونه معماريه بالشكل ده؟ الفكره بدات لما اداره صيانه شوارع نيويورك كانت محتاجه مكان لتخزين عشرات الاطنان من الملح كل سنه، فوقع الاختيار على شارع سبرينج. لكن كان في مشكله، ان المكان ده عباره عن منطقه مليانه سكان ومحلات وفنادق ومعارض فنيه مهمه جدا. يعني باختصار اي مبنى هيتعمل يكون شكله وحش هيعمل كارثه مع الناس اللي قاعدين فيه. وساعتها اداره الصيانه كان عندهم تركيز على حاجه واحده بس، ان هم لو هيعملوا مبنى هنا لازم يكون باحسن شكل ممكن. فعلا تم اسناد التصميم لمكتب داتنر اركتكت، تعاون في اول تصور مع مكتب دبليو اكس واي اركتكتس اند اوربان ديزاين، وده كان نقطه التحول. هنا المصممين المسؤولين عن المشروع بداوا يسالوا نفسهم، ازاي نخلي مبنى وظيفته تخزين الملح يبقى شكله جميل ومقبول في حي مهم زي ده، ويساهم في تحسين المظهر العام للمنطقه بدل ما يكون مصدر ازعاج لسكانها. ومن هنا طلعت الفكره الجنونيه دي، ليه ما يكونش شكل المبنى نفسه مستوحى من بلوره الملح؟ فبدا التشكيل المعماري يحاكي البلورات الحقيقيه، فتم نحت الواجهات لزوايا مكسره وميول كتيره عشان اللي يشوفها يحس انه شايف قطعه ملح ضخمه متجسده قدامه. وعشان يحققوا المظهر ده استخدموا خرسانه مصبوبه في الموقع بسمك كبير جدا، وده مش عشان الشكل بس، لكن عشان تكون مقاومه للملح نفسه وما يتمش تاكل المبنى بسرعه، خصوصا كمان وان الجدران محتاجه تتحمل ضغط الاف الاطنان اللي بتتراكم جواه، وده خلى الجدران بتوصل سمكتها لحوالي متر و8 من عشرة. المهندسين الانشائيين اشتغلوا على ان جدران المبنى تكون بشكل مايل ومبطنه بالفولاذ، وده عشان مش بس تدي شكل نحتي فني، لكنها كمان عشان توزع ضغط الرياح وتقلل تاثير العواصف اللي بتضرب المنطقه. وعشان كده كل تفصيله في المبنى كان ليها سبب. الارتفاع الكبير بيوصل لحد 70 قدم كان ضروري لتخزين لحد 5000 طن من الملح. الارضيات اتدعمت بطبقات حمايه وفتحات ضخمه اتنفذت لتسهيل دخول الشاحنات وخروجها في اسرع وقت، وخصوصا وقت عواصف الثلج. ومع ان المبنى وظيفته بسيطه، الا ان التصميم اتعمل على انه قطعه فن عامه، لدرجه انهم استخدموا ارضيات زجاجيه حوالينه عشان يبين انه طالع من الارض كانه منحوت. وكمان كانوا حريصين انهم يخلوه بيدي مساحه واسعه للناس اللي بتمشي في الشارع، فظهر كانه مش محطوط على الارض، اكنه في الهواء. وخلوه كمان من غير كسوه خارجيه عشان ملمس الخرسانه يبقى ظاهر وصريح ومن غير تجميل مصطنع. ولما خلص المشروع سنه 2015 حصلت المفاجاه، سكان المنطقه نفسهم اللي كانوا رافضين فكره وجود مبنى حكومي هنا بقوا بيعتبروه معلم مهم من معالم الحي، وبيصوروه وينزلوه على السوشيال ميديا بتاعتهم. والنقاد المعماريين كتبوا عنه كواحد من اجمل المباني الخدميه في امريكا. في سنه واحده سنه 2016 استخدموا المبنى في عرض ازياء ضمن نيويورك فاشن ويك. المصمم هيرون بريستون اللي اختار سولت شاد يكون خلفيه لعرض ازياء، وبعدها على طول خد جايزتين من الاي اي اي، واحده سنه 2017 عشان تصميمه المستدام، والثانيه سنه 2018، والاثنين دول من اهم الجوائز المعماريه اللي اي مشروع ممكن ياخدهم في الولايات المتحده. في النهايه ده كان اول مبنى قررنا اننا نتكلم معاكم عنه في اول حلقات برنامجنا، واللي حصل في مستودع الملح في نيويورك اثبت ان المباني الخدميه مش لازم تبقى شكلها عادي، وان لو اتعملت بابداع ممكن تتحول من مجرد مخزن لقطعه معماريه الناس تقف قدامها وتبقى منبهره وتتصور معاها، زي ما بيحصل مع سبرينج ستريت سولت شيد.